نرجع مع حضراتكم تاني لموضوع شركة بيسكو مصر اللي اتكلمنا فيه معاكم امبارح، واللي اعتصم فيها بعض من العمال خوفا على وظائفهم بعد قرار بيع الشركة، واللي حصل بناء على الكلام اللي قاله لنا الدكتور هاني سري الدين انه تم احتجاز العضو المنتدب بتاع الشركة ومعه بعض الموظفين داخل المبنى، بل واغلق المصنع في القاهرة او بالاصح توقف عن العمل. امبارح لو تتذكروا كان معانا على تليفون الدكتوره ناهد العشري وزير القوى العامله، واللي اعلنت عدم المساس بحقوق العمال، وانه الشركه الامريكيه اتفقت معاهم واعطت لهم، او بالاصح انه العضو المنتدب لما اتكلم مع الدكتوره ناهد العشري قال لها الشركه الامريكيه اللي هترسى عليها العطاء ان خدته بتؤكد وتقدم كافه الضمانات انه ايه؟ انه يا جماعه احنا مش هنمشي حد. وطبقا للدكتور هاني سري الدين قال ايه؟ قال انه بالعكس ده يمكن كمان الحجم العماله يزيد. تمام؟ اللي عرفناه بعد كده انه الوزيره راحت للعمال المعتصمين بمقر المصنع الموجود في القاهره وطمنتهم ان هم هيستمروا في وظائفهم، واللي كان قلقنا امبارح هو اللي قاله الدكتور هاني سري الدين محامي شركه بيسكو مصر، واللي اكد لنا زي ما كنت بقول لكم كده من شويه ان العمال محتجزين العضو المنتدب للشركه، وطالبنا امبارح انه العمال يتراجعوا عن هذه الافعال. اللي حصل بعد كده انه بعض العمال قرروا في استمرار اعتصامهم، وده اللي ادى الى اعلان الشركه ايقاف العمل بمصنع الشركه بالقاهره بصوره مؤقته مع استمرار العمل في المصنعين. وتوكلنا على الله.